إيه يا صاحبتي، يا اللي وكلتك بيدي. محسبتش يجي نهار وانت غادريني. لو جاه قمر ولسان عقرب، هذه هي صحبة آخر زمان. أهلين حبايبي، كي راكم البنات؟ إن شاء الله كامل راكم بخير وبيان. ألوغ موضوعنا اليوم على الصحابات، فكل بنت منا تستاهل يكون عندها صديقة كي تفرح ليها من نيتها وتكون داعمة ليها وقت الشدة. بصح في زماننا هذا كتروا غير صحابات المصالح اللي يجو غير على جال باش يقضوا أغراضهم. ففي هذا الموضوع راح نوريلك فين تقدري تلقاي البنات اللي يشاركوك اهتماماتك وأهدافك، وكيفاش تميزي بالخف علامات نتاع الاستغلال باش تحمي قلبك داك الزوين وصحتك النفسية. ونبداو بسم الله. أولا، تعرفي القواعد الأساسية على واش راكي تحوسي. فقبل قاع ما تحوسي على شي وحدة هكا تصاحبيها، سقسي روحك هاد الأسئلة: وش هي الصداقة الحقيقية بالنسبة ليك؟ وش هي اللي كتسمع لك وتكون مستمعة جيدة، ولا اللي كتنصحك من قلبها، ولا تخليك تكوني على طبيعتك؟ ثاني، علاه كتخسري علاقة الصداقة كل خطرة؟ وش كتحطي ثقة confiance بالخف، ولا كتسمحي بزاف للناس يغلطوا فيك؟ كذلك كوني انتي أول صديقة اللي كتمناها، كوني انتي صاحبة روحك. فإذا كنت انتي صديقة وفية كريمة فيك الصفات قاع شابة مع الناس، رايحة اوتوماتيك تجذبي صاحبة اللي كيفك. ثانيا، وين تلقاي الصداقة الحقيقية؟ وش هما البلايص؟ كاين في القراية، جامعة، تكوين، ولا في الخدمة. فهنا يكون عندكم هدف مشترك وكتشوفوا بعضياتكم كل يوم وتشاركوا نفس الضغط والتعب. في الأندية والأنشطة، بالك في لاصال تاع سبور ولا يوغا، هنا تكونوا تما لخاطرش يكون عندكم شغف مشترك مع بنات وحد أخرين. والصداقة اللي تكون مبنية على الاهتمامات المشتركة كي تكون قوية وبزاف. الجمعيات الخيرية ولا العمل التطوعي، البنات اللي كيطوعوا غالبا يكونوا ناضجات وكيهتموا بالناس أكثر من اهتمامهم بمصلحتهم الشخصية. في المناسبات العائلية والأصدقاء المشتركين، ما تنساش باللي صحاباتك غالبا ما يكون عندهم نفس المستوى نتاع التفكير والتربية نتاع صحاباتك. يعني إذا كانوا صحاباتك صالحين، أكيد صحاباتهم يكونوا شابين وصالحين. وإذا كانوا العكس، انتي نقي. كاين صحابات يكونوا كي العسل. كيفاش تميزي صاحبة المصلحة من صاحبة القلب؟ نتاع المصلحة عندها علامات واضحين، عرفيها باش تتجنبيها. كي تهدر معاك غير من تكون محتاجاتك، مثلا دراهم، ولا تسلفيها قش، ولا تسولك على كاش حاجة تخصها وتغيب عليك من انتي تحتاجيها. هذه علامة واضحة باللي ماشي صاحبة القلب، هذه تاع مصلحتها. كي تغير منك وما تقدرش تفرح معاك من تحقق كاش حاجة، كاش نجاح، ولا تنخطبي، فالصحبة الحقيقية تفرح لك كيما تفرح لراسها. الغياب في الشدة، فالصحبة لكي هنايا تبان المعدن تاعها. الصحبة من تكوني حزينة ولا صاريلك مشكل خصها تكون معاك. إلا شتيها تهرب ولا ما ديتهاش فيك، ولا تكون معاك غير من تكون زاهية لك الدنيا، غير بعدي عليها. اللي تكون دايما ضحية، تشكي عليك كل خطرة، دايما تخرج لك موضوع تاع الشكاية، تهدر لك غير على مشاكلها وما تخليكش الوقت انتيا باش تهضري، ولا من تهضري لها انتيا على حاجة تهمك تبدل لك الموضوع. فالصداقة أخذ وعطاء. كيفاش تحافظي على الصداقة الحقيقية من تلقايها؟ فهنا كي تلقاي صاحبتك تاع الصح، حافظي عليها، ديريها في قلبك. وخاصك تعرفي باللي هاد العلاقة لازم تسقى باش تبقى قوية. هكا كي الوردة خصك تسقيها كي الوردة باش تدوم. كيما أي علاقة زوينة خصها مجهود. فأولا الاهتمام، ماشي غير في العياد، تواصل مستمر. ماشي لازم تهضروا كل يوم ولا، بصح لازم يكون بيناتكم تواصل حقيقي. سولي عليها وشاركيها أخبارك الزينة والقبيحة. تاني، احترام الحياة الشخصية. عارفي باللي صاحبتك عندها حياتها شخصية واحدة أخرى، كيما عندها خدمتها، عندها عائلتها، شارك حياتها. احترمي وقتها وما تكونيش متطلبة بزاف. كذلك التسامح والمرونة، صحابات نتاع الصح كيدابزو يتفاهموا، ومن يصرى سوء تفاهم ضروري من الصراحة
باش العلاقة ما تخسرش على أتفه الأسباب. كذلك الدعم المتبادل، الاحتفال بالنجاح، فرحي معاها من قلبك كي تصرى لها حاجة شابة بلا ما تحسي لا بغيرة لا بوالو. وهنا الفرق بين الصحبة الحقيقية والخداعة راني شفناها طرقنا ليها من قبل. كذلك كوني معاها وقت الشدة، من تحتاجك دعميها بالكلمة الشابة الزوينة، خرجوا بدلي لها معنوياتها، فرحوا مع بعضاكم. كذلك النصيحة الصادقة، إذا شتيها غالطة نصحيها بالتي هي أحسن وفي السر، مشي تفضحيها ولا تنتقديها قدام الناس. تكوني معاها صريحة وبغيلها الخير، وحتى لو كانت ديك الكلمة ولا نصيحة قاستها شوية ولا ضرتها، قولها معليش صبري معايا أنا نبغيلك الخير. وهنا لهاد النقطة نجو لواش ديري كي تخرج لك عدوة وانتي حسبتها أختك. من تكتشفي مع الوقت باللي وحدة درتيها أختك وخرجت لك خرجة عوجة، هو صح إحساس صعيب بصح خصك تكوني قوية وتعرفي كيفاش تتصرفي. أولا تقبلي الحقيقة وواجهي روحك، ما تبريلهاش بزاف. كاين بنات يلقاو بزاف أعذار لصحاباتهم اللي يصغلوهم، راها عيانة، بالك ما قصدتش منا ملهيه إلى آخره. كوني صريحة مع روحك وشوفي تصرفاتها لوش يصب يعني، إلا توجه روحها لمصلحتها فحسب، هنا عارفيها انتي تستيها وميزي. فصحتك النفسية هي الأولى، وهذا النوع من العلاقات كي تستنزف طاقتك وتطيح من قيمتك، فحطي راحتك النفسية هي الأولوية. نعطيك خطوات باش تنسحبي بأقل ضرر. تدرج في البعد، ماشي ضروري تقطعي علاقتك معاها في دقيقة يعني في ضربة، لا تقدري ديري تباعد تدريجي. نقصي التواصل، رفض اللقاء كل خطرة تحجي لها بحاجة صارت لي منه هربي لها من اللقاءات. كوني حازمة من طلبكش حاجة، مثلا هي جاتك طلبتك حاجة وكثرت عليك، قولي لها ديريكت لا. إلا شتيها غضبت ولا بعدت عليك تأكدي فعلا باللي غاين تاع صلاحها. ثاني ما تدخليش في صراع معاها، إذا واجهتك قولها بكل هدوء أنا حسيت باللي العلاقة تاعنا ما ولاتش متوازنة، ونفضل أن نحافظ على المسافة بيناتنا، وما تلوميهاش وما تدخلوش في جدال طويل. والخلاصة الصديقة الحقيقية ماشي كاملة ما جميحة، ولكن تخليك تحسي باللي هي كاملة من تكوني معاها، تخليك مرتاحة وعلى طبيعتك، وكتزيد فيك حوايج شابين في حياتك ماشي تنقص منك. ومن هنا نتمنى يكون عجبكم موضوع تاع اليوم وأفادكم. إلى لقاء آخر إلى موضوع آخر، ما تنسونيش من دعم بارتاج لايك كومنت. أحبكم في الله، سلام.